السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. جبت لكم معايا وصفه جديده وهي بيتزا كاري، تجي خفيفه وهشيشه تهبل. نروحوا للمقادير. اول حاجه نضيفوا كاس ليفد 250 تاع سميد رطب، نضيفوا له ملعقه ممسوحه تاع خميره الخبز، ونضيفوا لها ملعقه كذلك تاع سكر، ونخلطهم مليح. ومن بعد نضيفوا لها نص كاس تاع ماء يكون عادي من الحنفيه. هنا ونغطي عليها نخليها تتفاعل لمده 10 دقائق، ومن بعد نعاود نرجع نخلط، نضيف لها الكاس تاع الزيت طبعا، ونخلط مليح. ومن بعد نضيف لها ملعقه صغيره تاع الخل طبعا، والملح اكيد بلا ما ننساو، ونضيفوا بيضه كامله ونخلط مليح. البنات هذه الوصفه تاع الصح هايله، ننصحكم تجربوها مع انه راها بدات السخانه، يعني وصفه خفيفه وتصلح للعشاء. جربوها وراح تعجبكم اكيد. هنا نبدا نضيف الفرينه حتى وين العجينه تاعي نشكلو عجينه. طبعا البنات هذيك العجينه اللي نديروها لازم تكون ما هي متماسكه، ما هي مشدوده ياسر البنات، تكون خفيفه وطريه. طبعا هنا نضيف الفرينه، انا ضفت الفرينه، ضفت 2 قرافه، يعني بالكاس اللي فيه 250 تضيفوا 4 كيسان، يعني كل وحده والفرينه تاعها، كاينه اللي تشرب بالخف وكاينه اللي يطول. هنا البنات رايحه نحطها في بلون دو طرافاي، ونبدا نحرك فيها كما راكم تلاحظوا البنات، ونخليها نحطها في الطبسي طبعا البنات، ونخليها تتفاعل. هنا البنات نخلي عليها تتفاعل كما قلت لكم حتى يضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها راح نكسر لها داك الخمور ونحطها في بلون دو طرافاي، ونبدا نفتح فيها نشكلها. هنا جبت المول، هذا المول درت فيه بابي كويسون، نفتح العجينه. شوفوا البنات العجينه هشيشه تاع الصح وتهب البنات، ننصحكم تجربوها. هنا بعد ما نفتحها كامل في المول، يعني كل وحده والمول اللي عندها، نثقبها بالفرشيطه، ومن بعد نضيف لها لاصوص تاع الطوماط. هنا البنات نضيفوا عليها لاصوص تاع الطماطيش، راح نقول لكم المقادير تاع لاصوص تاع الطماطيش في صندوق الوصف طبعا. هنا شعلت الفرن على درجه 180 درجه وخليتها حتى هذيك لاصوص تماسكت، ومن بعد ضفت لها زيتون اسود، درت لها تزيين زيتون اخضر، كاين اللي يضيف لها كاين يضيف لها الفلفل تاع طرشي، كل واحد واش يدير، كاين اللي يضيف لها الطون، انا خليتها هكا. درت لها غير زيتون اخضر، ودرت لها المايونيز كما راكم تلاحظوا البنات، يعني البنات تجي تهبل. وهذه الثانيه درت لها فلفل طرشي، فلفل حلو طبعا. قلت لكم التزيين دائما يبقى اختيار، انت واش راكي حابه ديري. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلا فرحكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير هاك شباب، اللي اول مره تشوفوا القناه نقولها مرحبا بكم معنا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.